قناة توبو على اليوتيوب تقدم لكم. وأنا بتكلم عن الموقف الحقيقي لأهل المتوفين رحمهم الله. الموقف الحقيقي اللي الإعلام ما نشر الإعلام بالشكل الصحيح. موقفنا أول شيء صيانة سمعة الهيئة وعدم تحميل الهيئة كقطاع في حالة إدانة أحد الأعضاء، فالعضو يتحمل مسؤوليته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ضحايا ما يسمى ضحايا مطاردة الهيئة رحمهم الله المتوفين في الحادث. هذول خوال عيالي، اثنين خوال عيالي وابوهم خالي. وأنا شخصيا اللي تحدثت مع سمو الأمير تركي بن عبد الله نيابة عنهم، أنا ومعي أخوهم ومعي أخوي أنا الكبير. وأنا بتكلم عن الموقف الحقيقي لأهل المتوفين رحمهم الله. الموقف الحقيقي اللي الإعلام ما نشر الإعلام بالشكل الصحيح. موقفنا أول شيء صيانة سمعة الهيئة وعدم تحميل الهيئة كقطاع في حالة إدانة أحد الأعضاء، فالعضو يتحمل مسؤوليته. والكلام هذا أنا قال سمو الأمير تركي بن عبد الله، وسمو الأمير ما قصر جزاه الله خير، حتى قال لي أحسنت. وقلت له احنا مبايعينكم طال عمرك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحنا واثقين في عدلكم، تبي تطلعون من المتسبب، هل هو حادث عرضي، هل هو متعمد أو شبه متعمد، المهم من يدان في الموضوع فهو يتحمل تبعات ذلك. غير قطاع الهيئة مثل أي قطاع ثاني. هذا نفس الكلام أنا قلته، كلام هو نفس رأي والد المتوفين ونفس رأي اخوانه ونفس رأينا كلنا، يعني ان الهيئة كهيئة كقطاع رجال الحسبة لا نريد ولا نسمح بالمساس بسمعتهم بأي حال من الأحوال. وهذا كلامنا لكل الإعلام، وللأسف الشديد الإعلام ياخذ رؤوس أقلام اللي هو يبغاها وينشرها. هذا كلامنا احنا وكلامنا الآن، وأقوله وأتحمل مسؤولية الكلام هذا. إن الآن في حالة إدانة أحد أعضاء الهيئة، إن الآن لا أعلم عن تفاصيل القضية، في عند لجنة، وإن شاء الله أن اللجنة عادلة. حتى الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ جزاه الله خير جاء وتكلمت أنا معه بنفس هالكلام هذا وأمام العديد من وسائل الإعلام، ولا نشر أي شيء، لا فيديو ولا ده. وتكلمنا معه، احنا قلنا احنا أهم شيء ما علينا الحين، احنا في مصيبتين، مصيبة سمعة الهيئة ومصيبة مقتل عيالنا. والله إن سمعة الهيئة إنها علينا أشد، لأنهم رجال الحسبة ورجال الدين، وشيء يمس هذا يمس الإسلام ويمس المسلمين. حتى لو أخطأ فرد أو واحد أو اثنين من الهيئة، الخطأ وارد في كل الأحوال. يعني أنا أقول رأينا بصراحة، ورأي والد المتوفين رأي جميع الأقرباء وأصحاب الشأن في الموضوع ذي، في القضية ذي، إنه في حالة إدانة أي شخص في مقتل، احنا نطالب بالاقتصاص من الشخص كشخص، ولا نرضى بحل الهيئة، ولم نطالب أمام الإمارة كما سمعنا من شائعات، ما راح منا ولا واحد، ولا سمعنا بها ولا درينا عنها ولا رضينا فيها ولا نرضى فيها أبدا أبدا. وهذا الكلام اللي عندي، وأنا أتحمل مسؤوليته. من لم يغر على دينه فلا خير فيه، ولا أبغى على عاره ولا خير فيه، لا المجتمع ولا النفس بعد.
صراحة. وأنا أقول الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحقيقة واضحة جلية، ويظهر الحقيقة أمام الناس بالعدل. ومهما كان الشخص اللي متسبب في مقتل أبنائنا هو اللي يتحملها كفرد كشخص. حتى أن رئيس الهيئة قال أنا ما عندهم أمر طرد، قال إني أنا مانعهم من الطرد. ولا الطرد يحدث مشاكل، الشرطة بنفسها يموت ناس، ولا كل القطاعات الحكومية يحدث بالمطاردات هذه إن يموت ناس، ويحدث أخطاء فردية لا يتحملها القطاع نهائي. وقطاع الهيئة صيانة سمعة الهيئة عندنا أهم شيء، ولن نرضى أن نكون متسببين في حل الهيئة أو إساءة لسمعة الهيئة، حتى لو أن نضحي بدمائنا وليس دماء أبنائنا. وهذا الحقيقة اللي لم ينشرها الإعلام. أنا صرحت عند وسائل الإعلام كلها بهالكلام هذا، وهذا كلام نظن ما لا مع ذا ولا مع ذا، كلام وسطي وكلام واقعي. حنا نطالب بقصاص ممن ارتكب كفرد وليس كهيئة. ما يحاسب الشخص الواحد بحساب مجتمع كامل. آلاف وآلاف الأشخاص بهم الخيرين، وإن شاء الله كلهم بهم خيرين، ولا في أحد يعني ما يخطي، كلنا خطاؤون. لكن احنا نبي نعرف وش السبب اللي وناخذ القصاص العادل اللي هو بالشرع وبالسنة، سواء كان عمد أو شبه عمد أو حادث عرضي. ما ندري احنا صراحة يعني، ولا عندنا أي معلومات نهائي إلى هالوقت، وما تدخلنا في أي عمل لجان ولا في أي شيء. في لجنة مشكلة، واللجنة مشكلة قائمة. حتى الهيئة يعني الشيخ عبد اللطيف أقسم بالله أنه لم يوكل محامين ولم يتدخل، ولا يوجد في اللجنة ذي عضوا من الهيئة في اللجنة ذي، ولا يوجد عضو منا فيها، ولا يوجد ولم نوكل محامي يترافع عنا في أمام اللجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحقيقة ويزيل الغمة، ولا يفتنا في ديننا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمعة رجال الحسبة ورجال الدين، وأن يحفظ علينا ديننا وأعراضنا، وأن يرحم أبناءنا توفوا لأنهم لا ذنب لهم. وصراحة نشهدكم بالله العلي العظيم إنهم صالحين، وسترون النتائج بالتعليل، لأن النتائج الأولية من دلة طالعة إنهم ليسوا بحالة سكر، وإحنا نعرفهم زين، هم خوال عيالي، أعرفهم أنا تمام يعني ما بكر. لكن خلاصة القول يعني ما ودي أطيل أنا معكم، إن من البداية إلى النهاية موقفنا واحد، إن لسنا ضد الهيئة ولسنا ضد رجال الهيئة، ولا نحمل. أنا أتحدث عن نفسي بالنسبة للأمور الداخلية ما في القلب. أنا أقول لك أنا والله ما نحمل عليهم مثقال ذرة حقد، ومن يحقد عليهم هم رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولو أخطأ واحد فغيرهم يخطئ بالآلاف. يعني احنا نبي يحاسب المخطئ مهما كان يحاسب المخطئ. وأنا تفاصيل الحادث لا أعلم عنها شيئا ولا نعلم عنها شيئا أبدا. عبد الرحمن بن صقر المرشدي العتيبي.